استمعوا لنجم هذه المواجهة عز الدين وناحي. ناهي مبروك هدفين جميلين ومهمين كتير. حكينا عن شعورك هلا. لا، الشعور ديالي هو شعور ديال الافتخار. اليوم مباراة اللي كانت صعيبة بزاف. شفنا الخصم لعب الحياة ديالو اليوم باش انو بروبوز دي بروبليم، مي الحمد لله بروميير ميطون ما كناش نقولوا 100% في الماتش، مي دوزيام ميطون شفنا الدراري كاملين عطاو اللي عندهم. احنا عارفين باللي الشعب كامل ورانا. سا ماجيستي كنبغيو نشكرو تا هو على كاع داكشي اللي موفر لينا، كاع الرسائل ديالو كتوصلنا، والحمد لله احنا فخورين ملي كنساليو الماتش بحال ما كنشوفوا الشعب ديالنا كامل خارج في المغرب كيفرح، والحمد لله نمشيو ان شاء الله لابعد نقطه ان شاء الله في هذه لا كومبيتيسيون. الحمد لله. اول شوط كان صعب كتير كروت صفراء. حكينا عن معنويات الفريق، بتضلكم تتشجعوا دائما. لا، كيف قلت لك قبل، احنا عارفين راسنا فين بغا نمشيو وعارفين راسنا شنو كنديروا. اليوم الخصم حاول يعطينا انو بروبوز دي بروبليم، مي الحمد لله في دوزيام ميطون شفنا لقينا دي سوليسيون الحمد لله وسالنا الماتش 3-0. كنبغي نشكر حتى الدراري كاع اللي كيدخلوا. كنشوفوا بلي كيف قلت الدراري في فيسير احنا 26 لاعب، كاينين دراري اللي كيبداو، كاينين دراري اللي كيدخلوا كيقضيو الغرض، مي الحمد لله انا فرحان بزاف وشوي فيها دو فيغ بارتي دو سيت جينيراسيون. ممنهجة. الأكيد بأنه أي مدرب يأتي سوف يحقق النتائج الإيجابية. يجب كذلك أن نعطي حق هذا المدرب الذي فاز مع المنتخب المغربي للشبان في كأس العالم الأخيرة الأقل من 20 سنة التي كانت كذلك بالشيلي، فهو يؤكد مرة أخرى على قيمة هذا المدرب، وبالتالي الأكيد بأنه تغييره كان تحدي كبير. في رأيي الشخصي نجح في المهمة، وإن شاء الله أنه يستمر على العمل الذي يقوم به. أكيد بأنه الانتصار في رأيي الشخصي انتصار مهم، لم يكن بسهل أمام أحد المنتخبات التي تطورت في السنوات الأخيرة، كذلك لديها لاعبين جيدين يمارسون ويلعبون بالدوريات الأوروبية، كذلك مدرب على المستوى التكتيكي جيد. سوف نتحدث عن ذلك ممكن بعد ذلك على مستوى الصعوبات التي وجدها المنتخب المغربي في الشوط الأول، لكن نقول الحمد لله على هذا الانتصار، وإن شاء الله أنه يتم الاستفادة منه، سواء كانت نقاط إيجابية وخاصة النقاط السلبية التي كانت في الشوط الأول. كابتن وجدي، المنتخب المغربي بأداء استثنائي، بتعامل ربما فيه مرونة تكتيكية عالية، فيه أيضا ذكاء كبير جدا من محمد وهبي مع لحظات هذه المواجهة وتقسيم المجهود والمردود، استطاع أن يعبر للدور ربع النهائي. مبروك أول شيء للمغرب، مبروك ربيح، مبروك للشعب المغربي الكل، مبروك لنا احنا الكل كعرب. اليوم المغرب فخر العرب صراحة، منتخب قوي جدا على جميع المستويات، أداء بطولي وأداء رائع من اللاعبين يعكس الجودة الموجودة في المنتخب المغربي. المدرب دائما أقول أنه الفريق هو صورة للمدرب، هذا اللي شفناه في المنتخب المغربي. المنتخب المغربي متغير على كأس العالم اللي فات، المنتخب المغربي متطور على جميع المستويات، مدرب رائع، مدرب عنده وأضاف الكثير للمنتخب المغربي، خاصة الأشياء اللي ممكن منتخب المغرب كان يعاني منها في الماضي بالماضي القريب، هو الحلول الهجومية. شفنا حلول هجومية متنوعة، وهذا أكيد يعني خدمة كبيرة للمدرب والإطار الفني. المغرب منتخب كبير، المغرب اليوم يحسب له ألف حساب المنتخبات العالمية الكبرى، والآن المنتخب المغربي هو منتخب عالمي بأتم معنى الكلمة. ثقة في النفس، ثقة متبادلة، توجه معين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأكيد أعلى هرم في البلد. بصراحة الرياضة اليوم فيها برشا استثمارات، الرياضة اليوم تنور الشعوب، والرياضة اليوم تخلي علم أي بلد يكون فوق. يعود إلى الكابتن ربيع العفوي. لهذه المواجهة المعقدة كان لها أهمية قصوى بالنسبة للمنتخب الكندي الذي بحث عن الثأر، خصوصا بعد الخسارة هنا في دور المجموعات في قطر. لذلك كان البعض يرى بأن المنتخب الكندي سيلعب هذه المواجهة بقوة ربما أمام المغرب، لكن المنتخب المغربي تعامل مع جزئيات هذه المباراة بصورة أفضل. المنتخب الكندي كان له ذلك، وصراحة نقطة الضوء المضيئة التي كانت بالنسبة للمنتخب المغربي في الشوط الأول هو بونو الذي تصدى لهدف كان بإمكان أنه يعقد من مأمورياتنا
يعني إن تسجل لا قدر الله، لكن الأكيد بأنه على مستوى التنظيم الدفاعي بال4-4-2، كذلك على مستوى الميلان الذي نجح فيه بشكل كبير بحكم أنه لم يعطي ولا فرصة لا لحكيمي ولا لمزراوي على مستوى التقدم. النقطة صراحة الأسوأ التي كانت في الشوط الأول هي كثرة الأخطاء على مستوى الاستلام، خاصة على مستوى التمرير، وكل اللاعبين كانوا سيئين وهذا واقع. لكن ما يحسب في رأيي الشخصي الواقعية التي كنا نفتقدها في المباريات السابقة حضرت اليوم، يعني تقريبا نتكلم ب90%، لأنه إذا ما عددنا عدد الفرص للمنتخب المغربي أتكلم تقريبا عن 4 فرص سجلنا 3، عكس في المباريات السابقة التي كنا نتحصل على 6-7 فرص لا ننجح إلا بتسجيل هدف وحيد. لهذا قلت بأنه فوز مهم، لكن الأكيد بأنه الدرس يجب أننا نستفيد وأننا لا نكرر شوط أول، لأنه أمام منافس قوي سواء كان باراغواي، وخاصة المنتخب الفرنسي سوف يعاقبنا إذا ما أعطينا الفرص أو الحالات التي كان عليها المنتخب الكندي في الشوط الأول. كذلك يجب التنبيه بأن بعد تسجيل الأهداف خاصة من أناحي وكذلك اللاعب رحيمي، نحن اليوم للأسف نفتقد الصباري للإصابة، وأعتقد بأنه سوف يكون من الصعب أن يكون حاضر في المباريات المقبلة. لكن الأكيد بأن أناحي بالتسجيل لثنائيتين، رحيمي كذلك بتسجيل لهدفين، لأنه كان سجل أمام هايتي هدف ويسجل اليوم هدف. مدرب ما دخلش بعضه برشا، يعرف عنده ثقة كبيرة في اللاعبين، لأنه البطولة طويلة، بطولة كأس العالم هي مباريات طويلة، واللاعبين اللي على الدكة هما اللي باش يكون عندهم زيادة أو إضافة كبيرة في المقابلات الجاية. أكيد نتمناه إن شاء الله الإصابة تكون خفيفة، إن شاء الله يرجع في أقرب وقت، لأنه إضافة كبيرة للمنتخب المغربي، حتى ولأن لم يكن موجود ولن يكون موجود في المقابلات القادمة، خاصة ضد المنتخب الفرنسي. نتصور أنه أكيد لو يترشح المنتخب الفرنسي ضد الباراغواي باش يكون ممكن كما نقولوا رب ضارة نافعة، وجود مهاجمين اخرين موجودين في المنتخب المغربي يقدروا يكونوا بصراحه نقطه تحول ضد المنتخب الفرنسي، خاصه من الناحيه الهجوميه، خاصه في المساحات، لان المنتخب الفرنسي صحيح انه منتخب قوي جدا لكن عنده نقائص في المستوى الدفاعي خاصه في المساحات، لانه منتخب يحب يستحوذ على الكره، لانه منتخب يحب يصعد ويبني الهجمه، وعنده عدم توازن ان شاء الله يقدر كيفاش يستغلوا المنتخب المغربي. كابتن ربيع، إلى ماذا تعزي أداء المنتخب المغربي في شوط المباراة الأول؟ ما الأسباب التي أدت لهذا الظهور بالنسبة لأسود الأطلس في الشوط الأول؟ شخصيا يصعب أنك تحصرها ممكن في عامل واحد. من وجهة نظري ممكن بنسبة كبيرة في رأيي الشخصي عدم التعامل بجدية الكافية أمام المنتخب الكندي، لأنه في بعض الأحيان كثرة الترشيحات والثناء على منتخب أو على فريق أو على اللاعبين في بعض الأحيان يكون صف ذو حدين إذا لم يعرف اللاعبون كيف يتعاملون معه. أنا عندي اليقين على أن المدرب تم التنبيه لهذه النقطة، لكن سبحان الله اللاعبين على المستوى الذهني لما تكون بالنسبة لهم مباراة إن صح التعبير ليست بمباراة قوية أو ليس بمنافس قوي. لاحظنا المنتخب المغربي كيف كان على مستوى أولا على مستوى الجدية والتعامل منذ بداية المباراة أمام البرازيل، أمام اسكتلندا، وأمام هولندا. المباراتين أمام هايتي لاحظنا كيف كان أدانا في الشوط الأول، ثم في أمام المنتخب الكندي للأسف كان يعني اللاعبين على مستوى التصرف إن صح التعبير لم يكن بالتصرف المثالي. كثرة التمريرات الخاطئة، كثرة يعني الاستلام الذي لم يكن بالاستلام الخاطئ. منذ الوهلة الأولى إبراهيم دياز يضيع الكرة، بوعدي يضيع الكرة، حكيمي يضيع الكرة، كذلك حلحال يقوم بتمريرة للمنافس في 30 متر الأخيرة.
كذلك على مستوى العنوي نفس العملية تتكرر، وبالتالي أعتقد بأن كل ما شاهدناه في الشوط الأول في رأيي الشخصي لا يمكن إلا أن أذهب بالنسبة لهذه الفرضية. ممكن أكون على صواب أو أكون مخطئ، لكن شوط أول في رأيي الشخصي كان سلبي على جميع المستويات. اللهم بونو الذي كان حاسما مرة أخرى، ونتمنى إن شاء الله أن يكون ذلك، لأنه شاهدنا دور الحراس المرمى. دور الحراس المرمى دور حاسم ودور كبير. يعني كل المنتخبات التي تقريبا كان الحارس حاسم في فترة ضعف المنتخبات نجحوا أن يصلوا إلى أدوار متقدمة. كابتن وجدي، مهم جدا أن يكون لديك حارس بقيمة بونو، أن ينقذ الفريق في بعض اللحظات الحاسمة. أنت تحتاج إلى حارس يصنع الفارق في اللحظات التي يكون فيها الفريق ليس بصورة جيدة، وأنت تحتاج إلى أن تحافظ على النتيجة. بونو نجح في هذا الأمر. صحيح، مهم جدا، خاصة في اللي كان يحكي فيه كابتن ربيع تو. لو أنت تمر بفترات ضعف في المقابلة ويكون عندك حارس يزيد شخصية للفريق، كان حاسب الحارس بونو في فرق تكون قوية جدا وتمر بفترات ضعف لكن تستقبل أهداف خاصة في أول مقابلة. وفي فرق كما المنتخب المغربي اليوم وجود بونو كان حاسم صراحة، أعطاه ثقة للفريق. حارس، دائما نقول الحارس هو نصف الفريق، لكن كل مركز في الفريق هو مهم. الحارس مهم، المدافعين مهمين، وسط الميدان والهجوم، لكن الحارس ليش نقول هو أهم ممكن عنصر؟ لأنه هو آخر لاعب، لأنه وراه الشبكة على طول. اليوم منتخب مغربي عنده توليفة مهمة جدا، تنظيم دفاعي مهم جدا، ليس بالمنتخب الهش. المنتخب المغربي قوي وقوي جدا،